السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم جيت نحضر معكم سلسلة من ان شاء الله من وصفات ديال العيد، من وجبات ديال العيد الخاصة بالأضحية. فكما تشوفوا اليوم جيت نخدم معكم قطبان ديال اللحم، ماشي القطبان بولفاف ديال الشحمة اللي تنخدموهم اول العيد، هادو ديال اللحم. فبالنسبة للطريقة باش نخدم انا هي كالآتي. فتنخدم بهاد العطريه هذه بالضبط وهاد الطريقه هذه، وتيصدقوا معايا قطيبات اللي هما زوينين، تيجيو فتيين رطبين، و لا في الشكل ولا حتى في المذاق تيجيو في الشكل ديالهم. المهم حتى التقطاع تيلعب دور تقطيعه ديال اللحم وكذلك التوابل. والمهم تشوفوا معايا كلشي في الفيديو. نبداو على بركه الله. فكما تشوفوا تنقطعوا اللحم بهذه الطريقه هذه، ضروري يكون مقطع متوسط، ما يكونش غليظ بزاف ما يكونش رقيق. الا كان رقيق بزاف فراه تيتحرق دغيا تيجي قاصح، وإلا كان غليظ بزاف فراه تيشد الطياب. والمهم هذه اول مرحله. ثانيا نضيفوا البصله. فكاين تيدير لهم ما تيديرش لهم البصله، فالبصله على ضمانتي جربوها. بالنسبه للناس اللي ما تيديروهاش جربوها على ضمانتي، فراه تعطيهم واحد البنه هائله كذلك صحيه. تتهرس لهم داك الليدام ديالهم، داك تيوليو تيبقاو صحيين، ما تكونش اللحم بوحدو. ضفت انا 4 البصلات بالنسبه للكميه ديال اللحم اللي عندي. دائما التبزيره والبصله تمشي حسب الكميه اللحم. وبالنسبه للتوابل تنخدم تما بمعلقه ديال الخرقوم البلدي من طبيعه الحال، وعندي كذلك معلقه ديال الابزار او سكنجبير هو الاول. المهم حتى البزار تندخلوه، معلقه البزار ومعلقه التحميره. والاهم في هذه التبزيره كلها هو القزبور اليابس. ضروري القزبور اليابس، هذاك القزبور حبوب اللي تنطحنوا على اليد من طبيعه الحال، فراه تعطى واحد البنه هائله لهذه الوصفه هذه. ما تستغناوش عليه، ما ديروش القزبور الخضر. فالقزبور طري حتى هو تعطي بنه، ولكن هذا تيعطي بنه اكثر واكثر. تقدروا ديروا القزبور طري ولا تخلطوهم، ديروا خليط بين القزبور ومعدنوس، ولكن تضيفوا واحد المعلقه ديال القزبور اليابس وسكنجبير من طبيعه الحال. والملحه حسب الذوق، ديما الملحه حتى تمشي الانسان على حسب المقدار اللي تيخدم به. كاين اللي ما تيخدمش كاع بالملحه نهائيا. وزيت الزيتون كذلك نضيفوا زيت الزيتون، عندي تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون، عفوا ربع كاس، ماشي نص بزاف، نظرا لان القطبان ديال البقري ديال الغنمي تيكونوا ميدمين، ما نضيفوش الزيت بزاف. 4 كاس تما اللي درت انا عينيه ميزاني بكبيت من القرعه. وتنخلطوا العناصر جيدا. وبيني وبينكم انا راه حطيت ديك المعلقه من بعد باش ما نطولش عليكم الفيديو. عجنت هذوك العناصر مزيان باليد ديالي، حاولت بهذا المفهوم هذا عجنتهم، دخلت مزيان هذيك التبزيره وديك البصله في القطبان. فما اعتمدتش على التحراك ديال المعلقه بوحدو نهائيا، خدمت يدويا ودخلت فيهم ديك التبزيره مزيان. ضروري تخدموا باليد القطبان باش تندمج هذيك التبزيره مع ديك البصله ويعطيونا واحد البنه. وضروري كذلك تحتفظوا بهم ليله كامله. فإلا كنتو بديتو طيبوهم في الصباح ضروري تخليهم ليله كامله باش تضمنوا انهم تيجيو فتيين، تيجيو طريين، تيشربوا العطريه على خاطرهم. ما ديروهمش مزروبين بهم، ضروري تبيتوهم في هذيك التشرميله هذيك والبصله. وتصبح الصباح تنكون هنايا بديت تنعمرهم. كنت بيتهم ليله في الثلاجه. ومن طبيعه الحال راه العماره ولا حتى الطياب كلشي تعرف يطيب مع الفاخر. وهكا تنحصلوا على قتيبات اللي تيجيو هائلين، كما قلت لكم فتيين، تيجيو بنانين. ديك البصله وديك العطريه كما قلت لكم القزبور اليابس وديك العطريه وزيت الزيتون بطبيعه الحال، فراه تعطيوهم واحد المذاق هائل. جربوهم بهذه الطريقه. المهم شاركت معكم الطريقه ديالي في تحضير القتبان، وتنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وعيدكم مبارك سعيد. وتترافقوهم بزيت الزيتون اللي بغاها، وتترافقوهم بالزيتون وكذلك الزيتون الاسود والزيتون المشرمل. وهذا الشيء اللي كاين. تنتمنى الفيديو يعجبكم وتهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.